عاجل حادث لسقوط مروحية. تغل الرئيس الإيراني وفرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى الموقع. إليكم التفاصيل في هذا الفيديو، حيث قال التلفزيون الإيراني إن التقارير الأولية أفادت بوقوع حادث هبوط صعب بطائرة مروحية تغل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية. وأضاف التلفزيون الإيراني إن فرق الأنقاذ تسعى للوصول إلى موقع الحادث، لكن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف يصعبان من مهمة هذه الفرق. حيث ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن وزير الخارجية وعدد من المسؤولين كانوا على متن الطائرة المروحية مع الرئيس الإيراني. وبدورها أشارت وكالة تسنيم للأنباء أن الرئيس كان يتنقل ضمن موكب من 3 مروحيات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الخبر ونهاية هذا الفيديو. سنوفيكم بأي تفاصيل إضافية حال توفرها. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.